عارف يعني ايه الزمن؟ مش مجرد عقارب ساعة بتتحرك ولا أيام بتعدي. لأ، الزمن قصة بتنكتب واحنا عايشينها. زمان كانوا العلماء فاكرين إن الزمن ماشي على خط مستقيم من الماضي للحاضر للمستقبل، لكن في عالمنا الزمن مش كده. في الفيديو ده قصص كتير بتحكي لنا ازاي الزمن ممكن يكون لغز أو متاهة أو حتى حلقة بتدور. لو دي أول مرة تشوف أبسطها لك، ما تنساش تعمل سبسكرايب وتفعل زر الجرس عشان تشوف كل جديد. في بداية الحكاية دي كان في عالم اسمه أرسطو، فاكر إن الزمن مرتبط بالحركة، وإن لو مفيش حاجة بتتحرك يبقى الزمن واقف. فكرة بسيطة لكنها كانت البداية. وبعده جه بطليموس اللي حاول يدرس الزمن بحساب حركة الكواكب والنجوم. لكن الزمن ما كانش بيتقاس بس بكده، لأ، في حكايات بتقول إن في مكان ما في العالم الزمن بيمشي ببطء، وفي أماكن تانية بيجري زي الريح. مش بس كده، ده في وقت من الأوقات اكتشفوا إن في ساعة اسمها الساعة المائية كانت بتقيس الزمن بالسوايل بدل العقارب. وده خلاهم يسألوا نفسهم، هو الزمن حاجة مادية ولا مجرد وهم؟ وفي العصور الوسطى جه الفيلسوف الكبير ابن سينا وحاول يفهم الزمن برضه. قال إن الزمن هو التغير اللي بيحصل في كل حاجة حوالينا، كل لحظة بتمر بتسيب أثر، وده اللي بيخلي الزمن حاجة حقيقية مش بس فكرة في دماغنا. لكن الحكاية ما كملتش هنا، الزمن لسه بيخبي أسرار كتير، أسرار هنعرفها في قصتنا النهاردة. في مكان بعيد وسط الأمواج العالية والرياح ملهاش رحمة كان في جزيرة غامضة. الجزيرة دي مش مجرد أرض، دي كانت زي بوابة للزمن. الناس هناك كانوا بيحكوا عن سفن بتختفي وبعدين تظهر تاني بعد سنين، بحارة بيرجعوا بنفس سنهم رغم إنهم غابوا سنين طويلة. وسر الجزيرة دي بدأ ينتشر، العلماء بقى عندهم فضول، حاولوا يدرسوها، لكن في كل مرة يقربوا كانت العواصف بتمنعهم. لكن إيه اللي بيحصل جوه الجزيرة دي؟ إيه اللي يخلي الزمن هناك يمشي بشكل مختلف؟ وفي يوم قرر عالم اسمه فاولر يدرس الجزيرة، جهز رحلة علمية وجمع فريق من الباحثين. لكنهم بمجرد ما قربوا السفينة بتاعتهم اختفت، وفضلوا مختفيين شهور. لكن لما رجعوا حكايتهم كانت أغرب من الخيال. فاولر وفريقه حكوا إنهم لما قربوا من الجزيرة الدنيا اتقلبت، السماء بقت ضبابية والعقارب بتاعت الساعات كانت بتمشي بسرعة جدا، والليل بيجي ويمشي في لحظات. ولقوا نفسهم في عالم غريب، كل حاجة فيه بتمشي بسرعة أو ببطء. كانوا بيشوفوا سفن قديمة معدية جنبهم، وبحارة لابسين لبس القرون الوسطى، وفي لحظة كانوا بيشوفوا طيارات حديثة بتختفي في الضباب. لكن لما رجعوا ما كانش حد مصدقهم، اتقال إنهم اتجننوا. لكن القصة ما وقفتش هنا، عالم مليان أسرار كان فيه دايما حد بيدور على الحقيقة. وكان فيه كتب قديمة بتحكي عن أماكن الزمن فيها مش طبيعي، منهم كتب العالم الكبير ابن عربي اللي قال إن في أماكن على الأرض الزمن فيها مش زي باقي الأماكن، أماكن فيها بوابات بتاخد الناس لأزمنة تانية. بس العلماء ما وقفوش، بدأوا يدوروا على أدلة، واكتشفوا إن الظاهرة دي مش موجودة بس في الجزيرة، لأ، في أماكن تانية حول العالم الزمن فيها بيتلخبط، زي مثلث برمودا وزي مناطق في جبال الهيمالايا اللي بيحكوا إن اللي يدخلها بيحس كأنه قعد سنين رغم إنهم كام دقيقة. في عالم مليان أسرار في دايما حد بيحاول يكشف الحقيقة. لكن إيه هي الحقيقة؟ الزمن وهم ولا حقيقة ملموسة؟ هل ممكن نسيطر عليه أو نفهمه بشكل كامل؟ بعد حكاية جزيرة الزمن العلماء موقفوش، كانوا بيدوروا على أماكن تانية فيها الزمن بيتمرد على قوانين الفيزياء. ولما دوروا اكتشفوا حاجة أغرب، كان في منطقة تانية اسمها وادي هيمالايا، وادي محاصر بالجبال العالية والضباب الكثيف. ناس كتير دخلوا الوادي ده وحكوا عن حاجات عجيبة، ناس بتشوف ماضيها قدامها وأماكن بتختفي فجأة. وفي يوم فريق من المستكشفين قرروا يدخلوا الوادي ده، كانوا فاكرينها رحلة استكشاف عادية، لكن اللي شافوه كان أشبه بالكابوس. بدأوا يسمعوا أصوات غريبة زي همسات في الهواء، وبعدين واحد منهم شاف خيال شخص بيجري. لحقوه، لكن كل ما يقربوا الخيال بيبعد لحد ما وقفوا في مكان فاضي واكتشفوا إنهم تايهين. بس المشكلة الأكبر لما رجعوا اكتشفوا إنهم غابوا شهور رغم إنهم كانوا فاكرين إنها كام يوم، وشعرهم أبيض
وملامحهم اتغيرت كأنهم كبروا سنين. الأهالي في المنطقة سموه وادي الزمن المفقود، بيقولوا إن الزمن هناك ماشي ببطء، وإن اللي يدخل ممكن يخرج وهو مش فاكر نفسه أو مش فاهم هو عايش قد إيه. ولما العلماء كانوا بيحاولوا يفهموا الوادي ده اكتشفوا مكان تالت، بس المرة دي مش وادي، ده كان جبل اسمه جبل القمر في بلاد بعيدة. الجبل ده محاصر بحكايات غامضة عن الزمن. بيحكوا إن اللي بيطلع الجبل ده بيحس إن الزمن واقف، الشمس بتفضل في مكانها والليل ما بيجيش. واللي نزلوا من الجبل قالوا إنهم شافوا حاجات غريبة، ناس من أزمنة مختلفة وقرى قديمة مختفية. لكن مش بس الأماكن هي اللي فيها أسرار الزمن، في كمان حكايات عن شخصيات قدرت تتحكم في الزمن، زي العالم الغامض نيكولا تسلا اللي بيقولوا إنه اكتشف سر السفر عبر الزمن. تسلا كان بيشتغل على مشروع سري اسمه الشعاع المميت، لكن بيقولوا إن في يوم من الأيام أثناء تجاربه فتح بوابة للزمن وشاف مشاهد من المستقبل. وفي رسالة من رسايله كتب إنه شاف مشاهد مرعبة وحروب ودمار ومدن بتنهار، لكن الأغرب إنه قال إنه شاف نفسه هناك لكن أكبر في السن. بس الحقيقة ضاعت معاه، ومحدش يعرف إذا كان فعلا قدر يسافر عبر الزمن ولا كانت مجرد هلوسات بسبب تجاربه الكهربية الخطيرة. لكن ده مش نهاية الحكاية، في أماكن وشخصيات كتير لسه مخبيين أسرار الزمن، وإحنا لسه هنكمل الرحلة. لما العلماء كانوا بيدوروا على أسرار الزمن في الأماكن الغامضة والحكايات المرعبة، كان في عالم واحد بعقله وأفكاره قدر يغير مفهوم الزمن للأبد. العالم ده كان ألبرت أينشتاين. في سنة 1905 أينشتاين قدم نظريته الشهيرة النسبية الخاصة، وقال فيها حاجة غيرت كل اللي احنا نعرفه. قال إن الزمن مش ثابت، لأ، الزمن بيتغير حسب سرعة الحركة، وكل ما تقرب من سرعة الضوء الزمن بيبطأ. تخيل إنك على مركبة فضائية بتمشي بسرعة الضوء، بالنسبة ليك السنين ممكن تكون بتعدي ببطء، لكن بالنسبة للناس على الأرض السنين دي بتعدي بسرعة. يعني لو رجعت بعد رحلة بسرعة الضوء ممكن تلاقي كل اللي عرفتهم كبروا أو اختفوا وانت لسه زي ما انت. وبعدها في سنة 1915 قدم نظريته الأعظم، وهي النسبية العامة، وقال إن الجاذبية مش مجرد قوة لكنها تأثير بين الزمكان نفسه. يعني إيه؟ يعني المكان والزمن مش منفصلين، لأ، ده هما مرتبطين ببعض زي شبكة كبيرة، والكتل الضخمة زي النجوم بتعمل انحناء في الشبكة دي، وده اللي بنشوفه كجاذبية. والأغرب إن النظريات دي اتأكدت في الواقع سنة 1919. العلماء راقبوا كسوف للشمس واكتشفوا إن الضوء بينحني فعلا حوالين الشمس زي ما أينشتاين تنبأ. وبناء على نظريات العلماء بدأوا يتكلموا عن حاجة اسمها السفر عبر الزمن. لو قدرت تمشي بسرعة الضوء أو لو قربت من ثقب أسود الزمن هيمشي بشكل مختلف ليك، يعني ممكن تسافر للمستقبل أو حتى تشوف الماضي. وبالرغم من اننا دلوقتي بنستخدم نظريات اينشتاين في تكنولوجيا زي الجي بي اس اللي بيعتمد على حساب الزمن بدقة، الا ان العلماء لسه بيكتشفوا اسرار جديدة عن الزمن كل يوم. لكن هل ده معناه اننا ممكن نسافر عبر الزمن فعلا؟ الزمن مش مجرد عقارب ساعة، الزمن شبكة معقدة، وكل خطوة بنمشيها ممكن تكون بتقربنا من سر جديد. وده كان جزء من حكاية الزمن، بس الحقيقة لسه مستنياك تكتشفها. وده لأن العلماء دايما بيدوروا على تفسير لكل حاجة، حتى أغرب الظواهر. وفي رحلتهم لفهم الزمن وصلوا لمكان غريب اسمه رونوك آيلاند في أمريكا. في سنة 1587 مستعمرة كاملة اختفت من الجزيرة، 115 شخص، رجالة وستات وأطفال، كانوا أول مستوطنين إنجليز في أمريكا. لكن فجأة محدش فيهم اتبقى، البيوت فاضية، المزارع متسابة، ومفيش جثة واحدة. العلماء فضلوا يدرسوا الجزيرة وكانوا بيسألوا إيه اللي حصل؟ البعض قال إنهم هربوا بسبب هجوم للقبائل المحلية، لكن الغريبة إن حتى القبائل ما كانوش عارفين هم راحوا فين. العلماء فضلوا يدوروا على دليل لحد ما لقوا نقش على شجرة مكتوب عليه كلمة كرواتون، وكان في جزيرة بنفس الاسم قريبة، بس لما راحوا هناك ما لقوش حد. المؤرخين اعتبروا قصة رونوك واحدة من أكبر الألغاز في تاريخ أمريكا، جزيرة كاملة والناس اللي كانوا فيها اختفوا بدون أثر. لكن مش بس رونوك هي اللي حيرت العلماء، في مكان تاني في آسيا كان في مدينة اسمها موهينجو دارو، واحدة من أقدم المدن في التاريخ في حضارة وادي السند. موهينجو دارو كانت مدينة متطورة فيها أنظمة صرف صحي وشوارع منظمة، لكن العلماء لما حفروها في العشرينات لقوا مشهد مرعب، جثث في الشارع، ناس ميتة في أوضاع غريبة وكأنهم وقعوا فجأة.
العلماء قاسوا مستوى الإشعاع في المنطقة ولقوه مرتفع جدا، وكأن المدينة دي اتعرضت لانفجار نووي. بس إزاي؟ وإمتى؟ مفيش أي دليل على إنهم كان عندهم تكنولوجيا نووية. وفي كتب قديمة زي المهابهاترا بيحكوا عن أسلحة إلهية بتدمر المدن في لحظات، لكن دي كانت مجرد أساطير ولا ممكن تكون حقيقة؟ والأسرار مش بتخلص. في منطقة زي بابا جالي في الهند معابد قديمة عمرها آلاف السنين مليانة منحوتات بتصور كائنات فضائية وأطباق طائرة. العلماء فضلوا محتارين إزاي الناس زمان رسموا الحاجات دي. وفي كتب قديمة زي المهابهاترا والرامايانا بيحكوا عن مركبات طايرة اسمها الفيمانا، مركبات بتسافر بين السماوات وبتستخدم أسلحة متطورة. فهل الحضارات القديمة كانت متقدمة أكتر من اللي نعرفه؟ هل كان عندهم أسرار للزمن وتكنولوجيا ضاعت مع الزمن؟ بعد ما شفنا أسرار الزمن في جزيرة رونوك ومدينة موهنجرو دارو ومثلث برمودا، بنكتشف إن العالم مليان أماكن وحكايات الزمن فيها مش زي ما احنا فاهمين. لكن الغريب إن مش بس الأماكن هي اللي مخبية أسرار، في شخصيات حقيقية حيرت العلماء برضو، زي قصة جون تايتر اللي ظهر سنة 2000 على منتديات الإنترنت وقال إنه مسافر عبر الزمن. ادعى إنه جاي من سنة 2036 وجاي بمهمة لإنقاذ البشرية من كارثة تكنولوجية. كلامه كان مجنون، لكنه بدأ يوصف أحداث مستقبلية بتحصل فعلا. جون قال إن أمريكا هتدخل في حرب أهلية وإن في فيروسات هتنتشر، وفعلا في أحداث حصلت بعد كده شبه كلامه. لكن الأغرب إنه اختفى فجأة، مفيش أي أثر ليه، كأن الزمن بلعه. ومش بس جون تايتر، في عالم اسمه رودولف فينتز حير العالم كله. سنة 1950 اتقبض عليه في نيويورك وهو لابس لبس قديم من القرن 19، وبيقولوا إنه ضاع في الطريق. ولما الشرطة فتشت جيوبه لقوا ساعة جيب قديمة وعملات معدنية من القرن ال19، ومعاه بطاقة هوية باسم رودولف فيتنز. لكن لما حققوا في الموضوع اكتشفوا إن في شخص بنفس الاسم اختفى سنة 1876، كأن الزمن أخده من هناك ورماه في المستقبل. لكن دي مش مجرد قصص، في كمان تجارب علمية حقيقية زي تجربة فيلادلفيا سنة 1943، تجربة سرية للبحرية الأمريكية حاولوا فيها يخلوا مدمرة تختفي من الرادار. لكن اللي حصل كان أكبر من كده. السفينة اتغطت بضباب أخضر واختفت لدقايق، ولما رجعت طاقمها كان في حالة هستيرية. بعضهم قال إنهم اندمجوا في جسم السفينة نفسها. ورغم نفي الحكومة للتجربة، الشهادات والقصص فضلت تظهر. ناس بتقول إنهم شافوا السفينة بتختفي، وناس تانية بيقولوا إنهم شافوها في أماكن تانية في نفس اللحظة. ومن تجربة فيلادلفيا لحد تجربة منتوك اللي اتقال إنها تجربة لاصطفر عبد الزمن، واللي شارك فيها عملاء سابوا شهادات عن مشاهدتهم لمستقبل الأرض ووجود كائنات غريبة. العلماء بيقولوا إن الزمن مش خط مستقيم، وإنه ممكن يكون حلقة أو شبكة متداخلة، وإن اللي بنسميه ماضي أو مستقبل ممكن يكونوا جنب بعض في أبعاد مختلفة. وفي النهاية كل قصة من القصص دي بتمثل جزء من لغز الزمن، لغز محدش قدر يفكه بالكامل. لكن السؤال الحقيقي، انت مصدق ان الزمن ممكن يتمدد، يقف او حتى يرجع، ولا شايف ان كل دي مجرد قصص وخرافات؟ بس قبل ما تفكر بص حواليك. ساعات الزمن مش محتاج يكون غامض عشان يبقى لغز. ساعات اللحظات اللي بنعيشها هي اللي بتكتب حكايتنا. ودي كانت حكايتنا عن الزمن، لكن لسه حكايتك انت بتتكتب، ودايما في أسرار مستنياك تكتشفها. شاركنا أفكارك في الكومنتات وقولي إيه اللي عايز تعرف عنه المعلومة الجاية.